لا باشا. استاذ دكتور، صدر للراحل سمير ديوان مجرد كتاب شعر عام 197، وديوان هي دي الهيئة العامة للكتاب، وديوان ترتيل البكاء، وديوان كلاكيت آخر مرة، وديوان كتاب الغناوي، وديوان فوتوغرافيا، وأعتقد منهم فوتوغرافيا وكتاب الغناوي، وده بوح محتمل معايا ادهم الراجل رحمه الله. كان يكتب الشعر والأغنية والمسرح والأفلام الروائية القصيرة. غنت له المطربة اللبنانية هولا مارسيل خليفة، والفنان اللبناني الفرنسي بشار خليفة، والفنان المصري منير، والتونسي يوسف الرياحي، والسوداني أبو ذر حميد، والمهاجر إلى النرويج والفنانة العالمية نوريان السودانية، والمصري فايد عبد العزيز، والملحن الراحل أحمد خلف. له تجربة مع الفنان السوري الملحن الغباش في ألمانيا، والفنان المصري مؤمن المغربي. له تحت الطبع ورحل طبعا ولم يطبع ضروب الشمس وثلاثية، كأنه بيتحدث مع حد قباله، وقطفة أولى مجموعات شعرية. رحم الله الراحل سمير سعدي. والآن تفضل. هتقول على طول؟ يعني نفس الطيبة. تفضل بعتهم لي. ماشي تفضل دلوقتي. طيب سريعا نقول قصيدة سمير ثم ننطلق في أمسيتنا ونهدي قصائدنا كلها الليلة للراحل سمير سعدي. هو على ظهر الغلاف بيقول: كان الليل مخاوي نجمة سهرانة، وأنا كنت بحادي ناقة في الصحراء، والهودج المحمول بيتمايل ويفك سر الرحلة بالموال، وحال ملضوم بحال تنتهي المشاوير ولا يبقى غير الأثر لخف دليل. إزاي مشينا السكة المعكوس؟ مش كنا متجمعين قبل الفراق حزمة؟ مش كنا متفقين الكف يحضن كف؟ مين اللي ساب الشيلة مفكوكة الحبال؟ ومين اللي مال على جنب مريح؟ مش كان أحسن ليك تربط عينيك بالقمر وبضي متسرسب في ليل غامق، وقدرت تفصل روحك عن روح الجبال، وانت المتيم بالخيال؟ صورة البروفايل شايلة طعمك واندهاشك، شايلة لونك وحدتك همسك، حزنك المداري جواك ولمسك، شايلة شيء يشبه لشيء عاند ملامحك. لما فجأة المصور خطف اللقطة بتوتر لأجل ما يسجلها لحظة، صورة البروفايل تعبر عن مساحة يمكن أكبر من تفاصيل انحيازك للبساطة وبوحك المرسوم في صمتك.